السلام عليكم. كنت خدام حساس وواحد البناية وسط المدينة، بناية قديمة بزاف مهجورة من شحال، ولكن الملك ديالها كان باغي شي حد تحرسها بالليل غير باش ما يدخلوش الحراقية او الشماكرية. اول ليلة دخلت بالبونجور، جيت معايا طرموس ديال القهوة وشي خبزات وبديت كنحرس. ما كان فيها والو، ولكن مع جوج ديال الصباح سمعت شي صوت في الكوريدور، خطوات خفيفة بحال شي حد حافي كيدوز فوق الزليج. مشيت بشويش عند المصباح ولكن الضو ما خدمش، بحال شي حد طفى الكونتاكاتور. من لتحت وصلت للطابق الثاني وشفت الباب ديال واحد المكتب محلول، مع انه كان مسدود. من اللي طلعت قلت مع راسي يمكن لهوا، ولكن ما كاين لا ريح لا والو. منين قربت الباب شفت ضو صغير شاعل في الداخل، ولكن بلا مصدر، بحال شي ضوء الشمعة كتغوت. دخلت ولقيت واحد الكرسي كيتحرك بوحدو وشي ورقات كيطيحوا من الفوق المكتب. قلت واش انا في الحلم؟ بديت نحس ببرد غريب كيضرب في ودني والصوت كيهمس ليا. رجع لي المفاتيح، هربت لتحت، ناديت على الملك في التليفون وشرحت ليه شنو واقع. قال لي غير بقى، راه عادي، داك المكتب مات فيه عساس قديم ولكن ما كيعيش. قلت مع راسي اش من عادي، واش انا مهبول؟ سديت عليا في الكونطوار وحاولت نرقد، ولكن قبل ما نغفو سمعت باب المكتب كيتسد بوحدو، وتما الصوت قال حداري تنسى تسد الباب بحالي. ومن داك النهار كل ليلة في الجوج ديال الصباح كيتعاود نفس السيناريو، خطوات الباب كيتحل، كرسي كيتحرك، والهمسة في الودني. عساس ماشي كلشي كيقدر نعس. ودابا انا ما بقيتش كنعس، ماشي الخوف ولكن حيت حسيت انني خديت بلاصتو. اذا عجبتكم القصه ما تنساوش لي لايك، فرقعوا لي لايك بزاف وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وديروا لي زابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. نتمنى يعجبكم.